السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. معكم العمراني علاء الدين من قناتكم علاء الدين كره. اليوم حلقه خاصه عن مواجهه المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي برسم مباراة نصف النهائي كأس العالم فيفا قطر 2022. قبل ما ندخلوا لتفاصيل هذه الحلقة اللي نتحدثوا فيه على تاريخ المواجهات، على الأهم الأحداث اللي تقدر تعرفها المباراة، ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب وكذلك تشتركوا في القناة، وما تنساوش كذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من قناة علاء الدين كرة، بالإضافة إلى ترك تعليق في موضوع هذه الحلقة في الأسفل وتوقعاتكم نتيجة مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي. أول نقطة تناولوها في هذه الحلقة مشاركة المنتخب الوطني المغربي في مونديال بصفه عامه. اول مشاركه كانت المنتخب الوطني المغربي كانت مونديال 70 في المكسيك، مباراه مونديال المكسيك 86 اللي وصل المنتخب المغربي للدور الثاني، وجاء انذاك في الدور الثاني المنتخب الالماني. كذلك في مونديال 94 و 98 اللي طار المنتخب الوطني المغربي من الدور الاول، من بعد جات مشاركات يعني بعد 20 سنه من الغياب على المونديال مشاركه روسيا 2018 واللي حقق فيها المنتخب المغربي اداء في المستوى العالي ضد المنتخب الايراني، انهزم في الدقائق الاخيره، ضد المنتخب البرتغالي انهزم يعني بهدف صفر، وضد المنتخب الاسباني اللي مشات للمباراه التعادل هدفين مقابل هدفين. اليوم في 2022 في قطر 2022 وصل المنتخب الوطني المغربي الى المشاركه السادسه له، واليوم هينافس المنتخب الفرنسي في الدور النصف النهائي. الساعه اللي كتناقشوا فيها في المباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي كاين مواجهة مثيرة جدا. النصف النهائي الأول بين المنتخب الكرواتي والمنتخب الأرجنتيني، ميسي في مواجهة لوكا مودريتش. صريحات لاعبي المنتخب الأرجنتيني الكل يقول على أن الفريق بكله يلعب من أجل ليونيل ميسي، يلعب من أجل أن يفوز ليونيل ميسي بلقب كأس العالم، هو اللقب الذي استعصى على الأرجنتيني. وكيف ما شفتوا تصريحات المدرب الوطني المغربي وليد الركراكي عن تغيير عقلية اللاعب الافريقي ولا اللاعب العربي في مواجهته لكل المنتخبات الاوروبيه وكل المنتخبات التي تنتمي الى امريكا اللاتينيه. اليوم اللاعب الافريقي خصها تبدل له العقليه، خصو تكون عنده عقليه انتصاريه، تكون عنده الحلم، يكون كيطمح انه يحقق اعلى المستويات ويحقق اعلى النتائج ويحقق اعلى الالقاب الممكنه. اليوم المنتخب المغربي في نصف نهائي كاس العالم ممكن غدا نشوفوه في نهائي كاس العالم كينافس بشكل كبير على اللقب. اذا نتمنوا ان المنتخب الوطني المغربي يحصل على اللقب، ولكن يلا نمشيو نشوفوا الشارع المغربي شنو كيقول وشنو رد الفعل ديالو على مواجهه المغرب وفرنسا وشنو كيتوقع في نتيجه المباراه. السلام عليكم. بعدا وحنا فرحانين بعدا الوصول ديالنا لهاد المرتبه هذه وفرحه ديال الجماهير المغربيه. التوقعات ديالنا ان شاء الله كنقولوا باللي النصر غيكون الحليف لينا حنايا، وان شاء الله حتى النهايه، وعلاش لا ما نديروش كاس العالم ان شاء الله. الله ينصرنا، الله يوفقنا ان شاء الله. التوقعات ديالي يكون هي الخير، عندنا كيبقوا مزيون، عندنا الجمهور، عندنا الدراري واعرين، كنتمنى يكون خير ان شاء الله. نخرجوا 2-1 ولا 3-1 ان شاء الله. نتمنى يكون حضر مزراوي اكراد وزياش وش سميتو سيس، نتمنى يكونوا حاضرين حتى مدافعين قويين الصراحه. هادشي اللي كنتمنى. والتوقع الحمد لله دائما متفائلا. بالنسبه للمباراه تكون صعيبه، ماشي سهل اننا نحسموا فيها، ولكن حنا عندنا الثقه الكامله في ديك الوليدات، داير النيه وحنا دايرين معاهم النيه، والفوز لينا ان شاء الله. اظن ان المباراه غادي تكون صعبه اكثر من المباريات اللي دازوا، ولكن بحكم ان المنتخب الوطني يعني لعب 4 مباريات ضد فرق اوروبيه، كنتوقع ان الماتش غادي يسالي ب2-1 لصالح المنتخب الوطني المغربي بهدف يوسف النصيري وزياش ان شاء الله. اذا كيف ما شفتوا التوقعات ديال الشارع المغربي ماذا يقول عن مواجهه المغرب وفرنسا في نصف نهائي كاس العالم فيفا قطر 2022. ولكن قبل ما نسيروا هذه الحلقه اجي ندوي معكم واحد المعلومات كاين اللي يقدر يكون عارفه كاين اللي ما يكونش عارفه. المغرب اول بلد عربي يصل الى الدور نصف نهائي كاس العالم، المغرب اول بلد افريقي يصل الى الدور نصف نهائي كاس العالم، المغرب اول منتخب ما كيتسجلش عليه هدف من طرف المنافسين في نهائيات كاس العالم. اللي تسجل علينا هو هدف في مرمانا، حنا سجلناه على راسنا. كذلك المنتخب الوطني المغربي اليوم بين 4 منتخبات هو اقوى خط دفاع الان كاين في قطر فيفا قطر 2022. كذلك رساله توجه الى الجميع، الى كل من سيشاهد هذا الفيديو. صراحه مونديال قطر مونديال تاريخي، مونديال متميز بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اذا كانت بعض المنتخبات جات تروج شعار بين قوسين سي اصحاب الالوان،
اليوم المغرب يروج لثقافته، اليوم المغرب يروج للثقافه الافريقيه، الان المغرب يروج للثقافه العربيه، يروج للثقافه الاسلاميه، يروج لمصطلح النيه، يروج لمصطلح النية كيف ما قلت بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المغرب اليوم يبصم بقوة أمام المنتخبات أو أمام الدول الكبيرة. اليوم المغرب يرسل رسائل ليس فقط على المستوى الكروي، لكن رسائل قوية جدا، واللي ما انتبهش من هذه الرسائل هذه فصعيب صعيب صعيب أنه يقدر يستوعب يعني من أشياء أخرى. يمكن الكلام ديالي يكون يعني غير مفهوم ومبهم، ولكن اعتقد على ان مع الوقت تقدروا تفهموا. اذا قبل ما نسالي هذه الحلقه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد بالاضافه الى الاعجاب بهذا الفيديو. تحياتي.